صباح الفل، صباح الجمال. النهارده معلومة كده على السريع بالنسبة للحاصل على تأشيرة دولة شنجن فيزا، اللي هي 27 دولة بتوع أوروبا، اللي حاصل على تأشيرة أمريكا واليو كي إنجلترا وكندا. أنا معايا دلوقتي تأشيرة سارية على الباسبور، أقدر أستفاد بيها لكذا حاجة. نبدأ بالسعودية. السعودية تقدر تروح تقطع طيارة وتسافر السعودية بكرة الصبح، بس بشرط يكون التأشيرة دي سارية المفعول. دي حاجة رقم واحد. رقم اتنين، تكون استعملتها. يعني أنا أخدت التأشيرة النهاردة من السفارة، سافرت أمريكا وجيت، سافرت فرنسا وجيت، ولما جيت في وقت أو في عدد أيام صالح في التأشيرة. طيب أنا هروح السعودية مثلا، أنا خدتها وعايز أسافر، إيه اللي المفروض أعمله؟ ممكن تروح تزور حد زي ما أنت عايز، أو تاخدها كسياحة، أو تاخدها كعمرة. طيب ليا الحق إن أنا آخد كام حد معايا؟ لحد 5 أفراد هياخدوا التأشيرة هناك عند الوصول. تمام. طبعا أنت بتدفع هناك بما يعادل يعني بالريال 450 ريال سعودي، تمام، عند الدخول. وملكش تصريح عمرة، يعني تدخل عايز تعمل تصريح عمرة بتعمل تصريح عمرة. تقدر تستفاد كمان لو انت السن بتاعك ما بين ال20 وما بين ال45، انك تاخد تأشيرة إلكترونية لتركيا. دي بتبقى حلوة برضو بقى، مش هتلجأ للسفارة ولا هتروح السفارة. كمان تقدر تاخد فيزا إلكترونية للمغرب. يعني المغرب دي من الدول التأشيرة بتاعتها مش صعبة، لكن رخمة شوية، فتقدر انك تاخدها وتسافر بيها. تمام. فحبيت اعرفك كده لو في اي اجراء محتاجه بالنسبة للسعودية، احنا تحت امرك. صباحكم زي الفل.